واضح ان احنا هنطول شويه في توابع وتبعيات الضربه الاسرائيليه للدوحه عاصمه قطر. تصريحات من هنا وهناك، مواقف من الدول العربيه تشجب وتندد بما حدث، ولكن خلينا نبتدي بتصريحات رئيس الوزراء القطري. بعد ما طلع بتصريحه الجميل قوي اللي بيقول لك فيه لازم المنطقه كلها ترد على العدوان الاسرائيلي، رجع قال لك ان نتنياهو كان قايل ان هو هيغير الشرق الاوسط، بس هو ما جابش سيره الخليج. هو ناوي يغير الخليج ولا ايه؟ باشا هو وانت بتتفق معاه وبتدي رشاوي في النظام بتاعه وعملته فتحه قطر جيت، ما كنتش متفق معاه هيغير انهي منطقه بالظبط؟ بيكمل تصريحاته الباشا لشبكه CNN الاخباريه وقال كام تصريح عنب قوي. بيقول لك اصلا بقى يا سيدي احنا لما استضفنا حماس وعملنا مكتب للفصائل الفلسطينيه عندنا، ده كان باوامر اصلا واتفاق من امريكا واسرائيل. غدروا بيك يا ولا، معلش. وبعدين راح قايل في تصريح شديد اللهجه كده لويتكوف، اللي هو ويتكوف امه دوت مبعوث امريكا في الشرق الاوسط، قال له بص احنا واضح ان احنا غلطنا في الشركاء الامنيين بتوعنا واحنا مضطرين ان احنا نستعين بشركاء امنيين تانيين عشان يحمونا. هي الشركاء الامنيين دي بقت الاسم الحركي، لا مش هقول، نسميها الفتاوى اللي بندفع له فتاوى عشان يحمينا. الصراحه حقك والنبي، يعني انت اتمرمطت الكام شهر اللي فاتوا الصراحه، والشركاء الامنيين بتوعك ما حموكش خالص. نسيبنا بقى من تصريحات السياده واحنا هنحافظ على سيادتنا، وسيبنا بقى من التصريحات بتاعت حق الرد مكفول واحنا بنجهز دلوقتي للرد. ما علينا من كل هذه التصريحات، نخش بقى على تصريحات الجانب المصري. طبعا الجانب المصري ما عجبوش الضربه الاسرائيليه دي، وطلعنا بيان تلو البيان ان احنا رافضين تماما اللي حصل ده. والنهارده الوزير بدر عبد العاطي وزير الخارجيه المصري في الخليج، في منطقه الخليج، هو كان في ابو ظبي ودلوقتي هو المفروض ان هو طالع على الدوحه. ده بالتزامن مع اعلان الدوحه ان هم هيعملوا قمه عربيه اسلاميه طارئه يوم الاحد والاثنين الجايين. ده بخلاف ان مصر النهارده وجهت رساله لواشنطن فحواها ان اي استهداف لعناصر سماح على الأراضي المصرية هتكون عواقبه كارثية. فهل أعضاء حماس هيجوا عندنا مصر للتشاور ولاستمرار المفاوضات، ولا علشان يبقى هنا مقرهم الرئيسي؟ هذا ما سوف نشاهده في الأيام القادمة. قالها لكم من 10 سنين، من 10 سنين تعالوا نعمل قوة عربية موحدة مع الحفاظ على سيادة كل دولة. مش الكلام، يلا معلش احنا واخدين اصلا على كده، احنا واخدين على كده على مدار التاريخ. كله يغلط وكله يعمل بلاوي سودا وكله سيادته تنتهك، وبعدين يرجع يقول لك الحقنا والنبي يا مصر. ونرجع نقول الحكمه المصريه الاصيله، اللي بياكل فول وطعميه ولقمه هنيه احسن مليون مره من اللي عنده قواعد امريكيه. هذا وستحمل الايام القادمه الكثير من التطورات، هذا في اعتقادي الشخصي، فخلونا نتابع ونشوف ايه اللي هيحصل. وانا مستمره في مراقبه الموضوع والوضع عن كثب، اوكي، وهاجي اقول لكم كل شويه الاخبار ايه. مساءكم هنا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.